سبت اليوتيوب واروح افتح سوبر ماركت اسمه مازن، ابيع في كل حاجه: خضار، شيبسي، لحمه، بيبسي، فحمه، اي بص كل حاجه، اجهزه كهرباء. بص احنا هنخلي المحل ده هياخد 5 نجوم، وهنخليه يعدي محل سكور وبيب كل محلات العالم كايزن، وكله محل مازن نازل السوق هيغطي عليهم. انت اللي تعمل لايك واشتراك وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واكتب لنا تحت في الكومنتات عايزيننا نلعب ايه كمان، ونعمل سلسله عن ايه كمان، وعايزيننا نكمل على السلسله دي. ورسمين السلسله هنبتدي نيو جيم، هنسمي المحل بتاعنا مازن، بس يعني هو كده هنحذف اسم حمزه نطرده بره. اوكي رسمين بدأنا السلسله بتاعتنا، ويا رب احنا بس الساعه كام؟ الساعه 8 ومعانا $50. واحنا بقى كنا بنغير اسم السوبر ماركت بقى منين؟ والله ما اعرف، بس تمام ندخل كده. يعني كده المفروض قفلت النت عشان ما يجيلناش الاعلانات البيض دي. انت عايزنا نعمل ايه هنا؟ نعمل نشتري مثلا دي بس. دي اول بضاعة نشتريها في محلنا المتواضع. وبنغير الاسم بقى منين يا جدعان؟ طلع اكيد من هنا من الاعدادات، صح؟ استنى نعلي دي يا عم ونخليها هنا ميديوم. ما فيش. بس أنا يا جدعان كنت عايز اغير اسم المحل اخليه مازن، بس ايه هو فيه اكيد، بس منين؟ ممكن يبقى من الكمبيوتر. وانا لا لا لسه يا عم حطها هنا وافتح. لسه يا جدعان جديد هنا، لسه جديد في السوبر ماركت معرفش فيها حاجة. ويا جدعان عايزين بقى نطور فيها، وان شاء الله السلسلة دي تعجبكم ان شاء الله ان شاء الله. يا عم حطها هنا في الزبالة. ايوه يا عم حط امها هنا. استنى يا جدعان هنا ايه ده انا. طب وهنا ده انا حبيت اشحن. طب وخير منين اسم المكان ده؟ خلاص افتح يا عم المحل. فتحنا محل مازن، عقبال ما نشوف هنغير اسم السوبر ماركت ده ازاي. ويا رب بشرة خير ويجيلنا زباين. المكان ده مقفول البيت اهو. هو جا احنا اشتريناه ب3 دولار، فاحنا نخليه ب3 دولار. لا مش 31 دولار، 01 بس. ايوه نكسب فيه يعني قرب الدولار. ايوه اول زبون، اول زبون لينا الحمد لله. والله احنا قلنا ان احنا محل ما فيهوش حد هنا. ده ليكي كام انتي؟ ليكي 46 ماشي، 20 5 1. ولازم 90 سنت دي. خدي كده 50 60 70 80 90. يلا يلا اتكل على الله. يلا ايوه اشتروا يا جدعان كده، كسبونا فلوس بالله. ده فيزا، اسهل حاجه الفيزا. تحسبك كام؟ 3 بوينت بس. يلا احنا عايزين يا جدعان ما ننصبش على الناس ونشتغل شغل بالحلال عشان ربنا يرزقنا بالحلال يا رب. يلا يا جدعان اللي بعده اللي بعده. استناني بس والله هروح بس ارمي ده واجي. يا جدعان عايز بسرعه احط السعر واروح للراجل لحسن يمشي ويزعل، وانا مش عايز حد يزعل في المحل الجديد ده. ماشي ده انا هبيعه بامانه ب1 دولار، شوف هيكسب ولا لا. تعال اهو جايلك جايلك جايلك. انت حسابك ماشي ماشي حلو. ليك كام؟ مالكش حاجة. يلا استنى يا عم عايز اروح احط البضاعة التانية، خليك انت كمان هيتش احطها. يعني لما كمان نكبر ونكبر ونجيب ناس يشتغلوا معانا ونجيب تلاجات ونكبر من المحل ونفتح المخزن ده، بص هنظبط الدنيا هنشعبول الدنيا. بس انتوا ايه بس زرار اللايك والاشتراك واحنا ان شاء الله. بس ده نخليه ب1.3 دولار. استنى جيت لك اهو. أيوة، اشتري من الحاجات الجديدة كده، ايوه والقديمة وكل حاجة. ليك كام دولار؟ 2 دولار 80 سنت. ادي كده 50 60 70 80. يلا بسم الله يا جدعان. يا رب اللي متحمس السلسلة دي يعني يحط لايك ويصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معانا 20 دولار. احنا لازم يا جدعان اول لما يبقى معانا فلوس نصرف. احنا لسه لحد دلوقتي هنجيب بس من الحاجات دي. لسه مش هستكشف انا لسه مش هستكشف يا جدعان اللي هو استغفر الله. مش هستكشف نحوش كام والحاجات دي لسه. ده اول حلقة يعني بنشوف المحل ونظبط. من الحلقة التانية يا جدعان انا هحاول على قد ما اقدر احوش برضو، علشان في اسمه ده في مش عارف نجيب اجهزة زي التلاجة. نحط مش عارف ايه. نكبر المحل، نشتري بضايع اكتر واغلى. دي هنخليها يا جدعان ده يا جدعان بقول بص هنخليها ب2 دولار. هنشوف في حد هيتكلم على لحد دلوقتي محدش يتكلم على الاسعار، فغلي براحتك.
غلي براحتك، محدش بيتكلم لسه. اول لما نلاقي حد بس بيتكلم وبيشتكي يا عم ننقص. 4 دولار بوينت 40، لا بوينت 40. يلا اتكل على الله بقى، معانا 8 دولار يا جدعان. يلا يا جدعان نشتغلوا كده يا جدعان. عايزين المحل ده بص، يعني ننقل مكان الكاشير. انا بقول كده صح؟ انا بقول نجيبه هنا شوية. ايوه كده شكله احلى يعني بص. ايوه نوسع المكان ونضيق حتى عادي علينا، بس اهم حاجة الناس يبقوا ايه مرتاحين هما بيحاسبوا. ليه كام؟ 10 5 دولار 16 90 سنت. 50 60 70 80 90. يلا يا عم اتكل على الله يا عم. جعان. هو انا مينفعش انصب هنا على الناس؟ يعني ده مثلا مديلي 4 اقول له 5. اه ماشي. ماشي يا عم اتكل على الله. انت هتدقق معايا بنصب ولا ما منصبش؟ عايزين نشتري ده مع ده. حلو. بيبقى عليهم السنت ده عامل حوار يعني. خلاص طب اجل الشراء بس لحد اما ايه يبقى معانا بتاع 17 سنت. يلا يا جدعان يا جدعان ادخلوا المحل. انتوا مش شايفين المحل مرتب ازاي وفي زباين كتيرة قوي؟ يلا يا عم. يا جدعان هو امتى يجي لي دفعة كده مرة واحدة ومن كتر ما المحل مليان ما اعرفش احاسب الناس ولا بس المحل يتشهر بس. هو انا قلت لكم هغطي على بيم والحاجات دي. هات ده وهات ده بس كده بقى معانا ايه 2 دولار. استنى نحاسب الست دي. ليكي 40 سنت. 10 20 30 40. عارف حد يقف على 40 سنت يعني؟ مش عارف انا ايه ده. ولا ويتخانقوا عليه كمان. اه يا جدعان البضاعة قربت تخلص. البضاعة قربت. أول بضاعة جبناها في المحل خلصت خلاص. نجيبها تاني بقى عشان شكلها ايه عجبت الناس. خليك بقى يا عم الراجل انت. يلا يا جدعان يلا يا جدعان عايزين نشد حنا كده مع بعضينا يا جدعان. انت ليك 1 دولار و20. يلا 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 بسرعة بسرعة شد حيلكوا. ده ايه ده؟ اه بيقول هو انا متهيألي اديت للراجل 10 قرش زيادة. لا ده انت تعالالي. استنى استنى انت دلوقتي. خد يا. هو فين؟ تعال يا عم اجري بسرعة. بعد اذنك انا كنت مديك 10 سنت اضافية. بعد اذنك عايزهم. بعد اذنك عايزهم. الله ينعم ميتين امك اشكال بنت عر. طيب يا جدعان هو ممكن هنا ده في محطة سايبر كده ندور على المكان وممكن نلاقي لنا ناس منافسين ولا ايه؟ هو يا جدعان هما ليه كاتبين فوق اللي احنا ثانية كده؟ في حاجة في بالي. في حاجة في بالي لو طلعت صح تبقى عايز اعرف عن ايه دي. فوق بيقول اللي احنا لازم يبقى 25 واحد اشترى مننا واحنا لحد دلوقتي. من اول ما فتحنا السوق لحد دلوقتي 22 واحد. طب والله حلو. اوبا احنا معانا فلوس كتير قوي. معانا فلوس كتير قوي. ندخل نشتري اول بضاعة. الناس طلع خلاص كده هنقفل المحل الساعة 9. ماشي يا عم اقفل المحل. خلاص بقى اقفل النوار. ندخل على الكمبيوتر. اقفله. بيتقفل ده منين؟ ماشي يعني كأننا كده قفلناه. وهنا ايه تاني؟ بس كده خلاص. يلا اخرج يا عم من المحل اقفله. عايز اخلص بقى يوم. يا عم عايز اخلص يوم بس كده خلاص. طلعنا بضرايب لا صرفنا بس 96 دولار وطلعنا ب54 مكسب. طب ما ده حلو. حلو افتح بقى كده المحل. يا لهوي ده المحل ما فيهوش حاجات. هتعمل بسرعة بسرعة. لازم يبقى يا جدعان نشغل الدنيا والمحل ده ما يبقاش فاضي. عندنا زباين وناس وشغل. كده يا جدعان رفعت الاسعار فالمفروض الاسعار بعد ما هي اشترت تزيد صح؟ ولا هي لحقت تشتري قبل ما انا اعلي الاسعار؟ والله ما اعرف. بس ايه ده بدولار؟ قالت ايه؟ مال... بتقول غالي ولا قالت ما لقيتش؟ بس هي لو قالت ما لقيتش ازاي وهي لسه واخداه في ايديها؟ ولا كانت عايزه اكتر؟ ممكن. ايوه يا جدعان 10 دولار. يا 10 دولار دي فلوس ستي دخلت على الطار اشترت المحل وكان ب9 دولار. ده بحاجتين بس بقى ب10 دولار. يا لهوي يا جدعان. يعني بتقولي ما لقيتش مكرونه يبقى لازم ندخل نجيب مكرونه. باستا باستا ايوه هاتها. هاتها يا عم. دول الناس بيدوروا عليها يا عم. احنا مش عايزين نخسر في اكل عيشنا. تعالى يا امي جبنا لك الباستا اللي انت نفسك فيها. ايه؟ طب ماشي نحطها هنا. ماشي حلو قوي يا جدعان. احنا كام مية مية في الشغل لحد دلوقتي. والمحل بتاعنا على فكرة والله بدأ يتعرف وبقى بيجيله ناس والدنيا بقت مية مية.
ده نخليها يعني 2 دولار. واليوم اللي بقى هنغلي، احنا هنغلي. احنا حرفيا هنا احنا ده اكل عيش. انت ليك كام؟ 1 2 3 4. بس يلا اتكل على الله. اوبا اوبا، ده حسابه تلاقي 20 دولار ولا حاجة. 16 دولار بالظبط. يلا روح. قبل بس ما تشتري دي دلوقتي غير لما اعلي السعر. افتح الانوار. استنى انت يا ولية. ده نخليه بكام؟ ب3 دولار. لا لا لا، هيبقى عالي، هيبقى عالي. نخليه 2. بس مكسبنا فيه دولار وشوية. بس يا رب يا رب يا رب الناس يشتروا ده بجد. لو الناس اشتروا هيبقى مكسب لنا كبير قوي. هيبقى مكسب لنا كبير قوي 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 قوي. حلو. 4 دولار. ماشي. ايه ده؟ مفيش حد اللي اشترى دي؟ انت كنت لسه بتسأله على الصبح. اه حلو، ده اشترى 1 دقيقة اهو. ايوه يا جدعان، ودوا الدنيا. يلا يا جدعان، اتبقى ال3 دقايق ونقفل المحل. اللي عايز طلبات لامه لاخته لابوه ليه لاي حد في عيلته يجي بسرعة. عايزين بسرعة. بقول كده خلاص نقفل. كده خلاص. الشيفت بتاعنا انتهى. نقفل النور. طب انت ايه مش جاي معاك اللي احنا خلاص بنقفل؟ يا باشا انت مش جاي معاك اللي لو هتشتري دي يبقى خلاص. اشتري دي. تصدق ان انت راجل ابن جزمة. جد والله. طب انجز يا لو كنت عايز اقفل انا ورايا مواعيد انا. يلا يا عم. يا جدعان والله الساعة جت 9 عايز اقفل وربنا عايز اقفل. انا هقفل النور ودي انت اخر زبونة بمعنى الكلمة. اشتري دي. هنشتري ام الدقيقة يا جدعان. شكلنا هننزل في سعره تاني. بس خلاص. بتقول مفيش باستا. انت جاي خلاص واليوم بيخلص وتقول لي مفيش باستا. فدي نهاية الفيديو. اتمنى عجبكم. لايك والاشتراك، واكتبوا لنا تحت في الكومنتات نصايح وهل حابين نكمل في السلسلة ولا لأ. وسلام.